السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للجميع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنافة بالمانجا. الله على الكنافة بالمانجا، جميلة جدا. طبعا أول حاجة بنبدأ بيها الشربات، كوبايتين سكر، كوبايتين مية، نص ليمونة. نخلي الشربات يبرد خالص وبعدين نبدأ نشتغل في الكنافة. نحمر الكنافة، كوباية ونص سمنة مع زيت. حمرنا الكنافة بعد ما خرجناها من الفريزر وفكيناها. انا عملتها الكريمة مع المانجا. ازاي؟ قشرت الكنافة لا اله الا الله. طبعا هي الغلبة بتاعتها في التحمير بتاع الكنافة. ادي السيرب. بيكون ده القوام بتاعه. يعني بعد ما يبتدي يغلي من 10 ل15 دقيقة وبنطفي عنه. بنحمر الكنافة تحميرة كويسة تكون كلها نفس اللون. وبعدين المانجا بنقشرها ونضربها في الخلاط مع كوباية لبن ساقع. السكر طبعا حسب الرغبة. وبعدين بنضرب الكريمة. ده نص كيلو كنافة، حطيت له 3 اكياس. انا في العادة بحط ربع كيلو كريمة سايبة، ولكن ما كانش عندي استخدمت اكياس كريم شانتيه 3 اكياس. طبعا ما عنديش مضرب كهربائي للكريمة، ضربتها بالسلك بالمضرب السلك. بعد ما الكنافة بتتحمر نفس اللون، تكون كلها لون واحد كده، بنسقيها بالشربات ونقلبها كويس كلها تتشرب مع بعض. وبعدين هي مش شربتها كتير ولا حاجة، احنا كلناها كانت جميلة جدا، قسما بالله كانت حلوة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين طبقة كريمة في الصينية، وبعدين ننزل بالكنافة. هو المفروض انا كنت هحط طبقتين كريمة و اللهم صل على سيدنا محمد. كنا المفروض هنحط في الوسط طبقة كريمة، ولكن والله انا نسيت ما افتكرتش. بس طبعا انتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، ما ترتبطوش باي حاجة. اي حاجة احنا بنقولها محدش يرتبط بيها. فردنا الكنافة في الصينية الأول طبقة كريمة، وبعدين فردنا الكنافة. ضغطنا عليها كويس عشان ما تبقاش متفتتة من بعضها. بعد طبعا ما شربت الشربات بتاعها، خليناها تبرد كويس قبل ما نحطها على الكريمة. يعني قبل ما بنضيف الكريمة بنخلي الكنافة تبرد الأول. بعد ما تبرد نبتدي نشتغل فيها. ما ينفعش نحط الكريمة مع الكنافة وهي سخنة علشان ما تسحش. طبعا الكريمة يعني قوامها متوسط، مش للدرجة اللي انتوا فاهمينها، عشان طبعا المضرب الكهربائي بينفع يعني في الحاجات ديت، ولكن الله المستعان يعني. بس هنفردها كويس وهنحطها في التلاجة لحد ما تسقع خالص، وبعدين نقطعها. طبعا